في نوع من العملاء لو اشتغلت معاه مرة مش بس هتفتكره، ده هيطلع لك في أحلامك، مش لأنه عبقري ولا لأنه مهم، لكن لأنه هيخليك تشك في نفسك وفي مهنتك. أنا قررت أجيب لك أنواع العملاء وأحلل لك كل واحد فيهم نفسيا، والأهم هفهمك إزاي تحمي نفسك منهم وتخرج سليم نفسيا ومهنيا وتسيطر أنت عليهم. وطبعا علشان أنواع العملاء كتير فأنا هقسم الموضوع ده لسلسلة حلقات، وهعمل دلوقتي الجزء الأول معاك، لو لقيت عليه إقبال هكمل معاك الأجزاء اللي بعد كده. والنهارده الجزء الأول من سلسلة العملاء الكوابيس. أول عميل معانا أنا سميته، معلش نعدل حتة بسيطة، هكلمك دلوقتي عن أخطر كائن في سوق الشغل الحر، لأن الحتة البسيطة اللي عايز يعدلها بسلامته دي لوحدها بتكون محتاجة اجتماع، وكل الناس قاعدين بيتناقشوا كأنها حفلة توزيع جوائز أوسكار، وبعد كده اجتماع تاني غير الاجتماع الأولاني، تبقوا فاتحين باوربوينت طويل كده محدش فاهم منه حاجة. ويا سلام لو قام واحد زي العسل كده يقترح اقتراح ان احنا نرجع نعيد تفكير من الاول في كل حاجه، وانت قاعد في النص بتحاول تفتكر حياتك وصلت لكده امتى. خليك فاهم حاجه، العميل ده مش قليل الذوق ومش بيستهبل، بس هو يا عيني تعبان شويه، عنده حاله نفسيه اسمها عمل مجهود، بيكون شايف النتيجه النهائيه بس مش شايف الخطوات اللي وراها ولا الجهد اللي الفريق محتاجه، هو شايف الزرار مش شايف السيستم اللي ورا الزرار. زي اللي يجي يقول لك يا عم ايه يعني هنهد الحيطه دي ونوسع الريسبشن، هو مش عارف ان الحيطه دي هي اللي شايله السقف. ولا في مجال تاني نغير اللون ده، يروح الديزاين كله بايظ، كاتب لواحد سكريبت حلو كده، اللي يقول لك السكريبت جميل بس احنا عايزين نغير العنوان ده بس، تيجي تغير العنوان السكريبت كله يتغير، ويجي يقول لك التعديل ده مش محتاج وقت. ويا سلام لو قالها لك وهو مستعجل. طب هو اللي بيعمل كده مش لانه عايز يضايقك ولا لانه مش فاهم، بس لانه زي ما قلت لك متمركز على النتيجه. ده معناه ان اي مهمه بسيطه بالنسبه له بالنسبه لك انت مش بسيطه خالص. اخطر حاجه في النوع ده من العملاء مش الشغل ولا الوقت ولا الفلوس، بس بيخليك تعيش في حلقه شك مستمره. كل قرار بتاخده، كل تعديل صغير، عقلك بيسال هو انا فعلا غلطان؟ هو انا كنت عاملها وحش ولا انا مكبر الموضوع ولا انا اللي درامي؟ طب ما يمكن فعلا تكون حته بسيطه زي ما هو بيقول. وده بيخلي شعورك بالرضا الذاتي يتاكل دقيقه ورا التانيه، وانت عمال تنزف ساعه ورا ساعه ورا كرامتك المهنيه. القاعده الذهبيه انك تتعامل مع العميل ده، اي عميل يقول لك عدل لي حته بسيطه، الترجمه المهنيه ده تعديل كامل. مش لازم تعاند ولا تتخانق، بس لازم تكتب كل حاجه، تكتب كل تفاصيل التعديل، وتحدد التكلفه والوقت بتاع كل خطوه، وتحط حدود واضحه للمستقبل انه لو طلب تعديل تاني معناها تكلفه تانيه. العميل ده مش وحش، بس لو سبت له الدنيا سايبه هيفضل دايما محسسك ان انت اللي غلطان وهو المظلوم. فاكتب كل حاجه، علشان لو ما كتبتش هتفضل بتعدله لحد ما تكره مهنتك وتكره المجال. طيب نقول الو، مين معانا؟ العميل التاني، اسمك ايه يا فندم؟ انا مش مستعجل. اه يابا، من النوع ده بقى يقول لك بكل هدوء انا مش مستعجل، تصدقه وتحبه، وبعدين تكتشف انه كان مستعجل بس بينكر، وخلاك تحس ان انت اللي مقصر. العميل ده بيبعت لك رساله فبترد عليه بعدها بدقيقه، هو يرد عليك بعد 3 ايام، ولما تيجي تساله تحب نخلص امتى يقول لك زي ما تحب. الجمله دي لو سمعتها يا معلم وانت شغال اعرف انك دخلت مرحله نفسيه جديده اسمها القلق المفتوح. يقول لك براحتك خالص، وبعدها بساعتين ها وصلنا لفين؟ او تلاقيه مره واحده بعت لك الايموجي اللي هو كده. الايموجي ده لوحده ضغط نفسي، او يقول لك خد وقتك، ودي دايما بتيجي قبل كلمه ها فين الشغل، يعني اكتر كلمه بتلغي نفسها بنفسها. ركز معايا بقى وتعالى افهمك دماغه. الاخ انا مش مستعجل ده مش بس شخص بيتعامل مع الوقت بطريقه غريبه، ده شخصيه بتكره الالتزام بس بتحب السيطره. هو مش عايز ديدلاين مش علشان هو مرن، لكن علشان يفضل دايما في وضع قوه، والديدلاين بيساوي مسؤوليه، وهو مش عايز يتحاسب، هو عايز يحاسب بس، يضغط عليك من غير ما يبان انه ضغط، يستفيد من غير ما يلتزم، فيسيب الوقت سايب علشان اللوم دايما يفضل رايح ناحيتك. الآلية النفسية دي اسمها باسيف كنترول، سيطرة هادية من غير أوامر من غير صوت، بس بتشد أعصابك حتة حتة. وأخطر حاجة في الشخصية دي مش الوقت، أخطر حاجة إنك دايما بتعيش معاه في وضع الاستعداد، ولا عارف تكمل ولا عارف تخلص ولا عارف توقف وتشوف شغل تاني، وده بيستنزف طاقتك وتركيزك وشغفك. طيب انت ليه بتتأثر بيه قوي كده؟ علشان اغلب الناس بيكون عندها خوف من الغلط، ورغبة في ارضاء اللي قدامها، وحساسية زيادة اتجاه الزعل. فاول ما عميل يقول لك خد راحتك عقلك تلقائي بيسمعها اوعى تزعلني منك، فتدخل في حالة تخليك عايش دايما مستعد بس مش مطمن، وده استنزاف نفسي اكتر من الشغل نفسه. الشخص ده مش واعي باللي هو بيعمله، يعني هو مش قاعد يقول انا هضغط عليه نفسيا، بس هو اتعلم ان الغموض بيخدمها. طيب علشان ما نظلمش كل انواع العملاء مع ان المساواة في الظلم عدل، تعال اقول لك بسرعه كده الفرق بين المرونه والتلاعب. المرونه بيكون في وقت واضح وتغيير باتفاق، انما التلاعب مفيش وقت بس في حساب. فالعميل اللي يجي يقول لك انا مش مستعجل اساله تمام
يعني تحب نخلص امتى؟ لو تهرب اعرف انك داخل على حالة توتر طويل. اي علاقة شغل او غيره الوقت فيها مش واضح، غالبا الامان فيها ما بيكونش واضح. نخش بقى على عميل حبيب قلبي ده اللي جاي يعلمك شغلك، وده اقسم بالله من اسوأ انواع العملاء اللي ممكن تتعامل معاهم. العميل ده اسمه نعملها كده احسن. بيكون عايز يعلمك ازاي تعمل كل خطوه، وانت من جواك قاعد تبص له هو جايب الثقه دي منين. تلاقيه يقعد يشرح لك انت المفروض تشتغل ازاي، ويخليك تحس ان اي قرار منك محتاج موافقه مسبقه منه. عامل لك روشه مش عارف تشتغل منه، وكل شويه يبعت لك رساله جديده، هو احنا ليه ما عملناش دي كده، هو انت نزلت دي الاول ليه قبل دي. تعالى بقى افكك لك دماغه، لان انا شخصيا متعقد من النوع ده. بص يا باشا، هو فاكر نفسه ذكي بس الحقيقه هو معقد نفسيا. الصوره الخارجيه بيحسسك ويحسس كل اللي حواليه انه فاهم كل حاجه، داخليا بقى صورته عن نفسه هو مش واثق في نفسه اصلا. كل تصرفاته وكل تعديلاته وكل تعليق منه بيكون محاوله عشان يخفي شعوره بالنقص، بيحاول يثبت لنفسه انه فاهم كل حاجه عشان ما يحسش بالضعف قدام الناس. فده اللي بيخليه دايما يسيطر على التفاصيل الصغيره، بيحاول يفرض رؤيته على كل خطوه، لان كل استعراض ليه بيكون آلية دفاعية. دماغه بتحاول تقنعه ان هو كده قوي، وانت فجأة بتلاقي نفسك اتحشرت في لعبة كده معاه في الملعب، بتلعب مع اللعبه النفسيه دي، والاثر عليك من اللعبه دي بيكون رهيب. كل قرار منك ممكن يتحول لمناقشه مين صح ومين غلط. شعورك بالثقه في نفسك ممكن يضعف حتى لو انت الخبير الفعلي في الشغلانه. كل خطوه صغيره ممكن يحسسك ان انت مكبر الموضوع او درامي، رغم ان الواقع مختلف تماما. لا وكمان ممكن يأذيك بطريقه، يقعد يديك تلميحات كده غامضه، تعمل حاجه يقول لك الله حلو قوي ممتاز، يقول لك بس احنا ممكن نجرب نعملها كده. يا باشا ما انت لسه قايل عليها حلوه، ليه نجرب نعمل حاجه تاني؟ يقول لك معلش بس جرب، فتجرب. يجي بعد شويه يقول لك لا الطريقه دي مش صح، خلينا في الاول لما كانت معموله. وهكذا عقلك بيفضل في حاله ترقب مستمره، وبتعيش معاه احساس بعدم استقرار نفسي حتى لو الشغل نفسه بسيط. الخلاصه ان العميل ده مش بيكرهك ولا عايز يضايقك، هو بس عقله محتاج الطمأنينة عن طريق السيطرة، وانت بين فترة والتانية بتتحول لوسيط للطمأنينة دي. وده اللي بيستهلك طاقتك وبيدخلك في دوامة من الشك والضغط النفسي. بس خليك متأكد جدا ان هو ما بيثقش فيك، لان هو اصلا مش واثق في نفسه. القاعدة انك مش مسؤول عن شعوره بالامان، دي حاجة على جنب احنا ملناش دعوة بيها. انت مسؤول عن شغلك وحدودك. ثبت الحدود من البداية، خلي كل قرار وكل تعديل مكتوب وواضح، واللي مش متسجل ما تعملهوش. وخلي الشغل بتاعك النتائج بتاعتك الفعلية اللي هتظهر قدامه هي اللي تتكلم عنك، مش شعوره بالسيطرة وانه فاهم كل حاجة. اوعى تخش اللعبة النفسية اللي بيحاول يدخلها لك. قصة انه بيحاول يخفي شعوره بالنقص ديت مش بتاعتنا خالص. لو عملت كده هتخرج من التعامل مع النوع ده سليم ومتحكم في الموقف ومش متأثر باللي حصل. انا بقول كفاية الجزء الاول كده، واكتبوا لي عايزين اجزاء تانية من السلسلة دي ولا لا. واكتبوا لي هل في حد منكم اتعامل مع نوع من الثلاثة اللي احنا قلناهم، ولو في حد اتعامل مع نوع انا لسه ما قلتوش وعايزني اتكلم عنه برضه يكتبوا لي. انا تيتو، ودي كانت رحلة وعي.